العلاقات المصرية الأمريكية كانت ولا تزال منذ كامب ديفيد كتابا مفتوحا أمام العالم، وخاصة منذ عهد المخلوع مبارك علاقة قائمة على الخنوع وحماية المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، وفي القلب منها أمن إسرائيل. كما لم يكن مستغربا ما صرح به البيت الأبيض حول مسرحية الانتخابات الرئاسية التي أكد فيها أنه يتطلع إلى العمل مع الرئيس المصري الجديد لتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر، كما أشاد بالانتخابات ووصف إدارتها بالمهنية وأنها سارت بطريقة هادئة وسليمة. لم تغير الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة طريقة اللعب بقدر ما أنها اتجهت إلى تغيير اللاعبين الذين أسرفوا في السرقة والفساد ودفعوا شعوبهم للثورة عليهم. وبهذا المبدأ تعاملت أمريكا مع ثورة 25 من يناير، وأعلنت أن رحيل مبارك أصبح أمرا حتميا عندما تأكدت أن الشعب قد لفظه إلى الأبد وأنه أصبح عبئا عليها، وقررت أن تدفع بلاعب جديد ربما لا يكون بشكل مباشر، وهذا ما حدث. وبرحيل مبارك ومرور الفترة الانتقالية ووصول الرئيس محمد مرسي إلى سدة الحكم، تعرفت الولايات المتحدة على أوراق اللعب التي يمتلكها أكبر فصيل سياسي في مصر، وتأكدت من استحالة إخضاع مرسي للإدارة الأمريكية واعترافه بإسرائيل التي طالما وصف أبنائها بالقردة والخنازير. كما أيقنت أنه من الخطورة بمكان أن تترك هذا الرجل وقتا أطول في مكانه، فكان قرار الانقلاب العسكري. واضطرت الولايات المتحدة للتنازل عن مبادئها والترحيب بالانقلاب العسكري ووصف مرسي بالرئيس المنتخب الذي لم يستطع تلبية مطالب شعبه، والتأكيد على لسان وزير خارجيتها أن 30 من يونيو هي عودة للمسار الديمقراطي. وكان الدفع بأحد رجالها لقيادة المرحلة هو أمر طبيعي لتجني أرباح استثمارات أعوام خلت في الجيش المصري، وهذا ما أكده السيناتور تيم كين عضو الكونغرس الأمريكي خلال جلسة مناقشة ميزانية القوات الخاصة الأمريكية بمجلس الشيوخ، مؤكدا أن ميزانيتها تضم تدريب ضباط من دول أجنبية ليكونوا قادة وزعماء في بلادهم بهدف خدمة المصالح الأمريكية. فوقع الاختيار على السيسي الذي تواصلت معه على مدار الساعة من خلال وزير دفاعها لإحكام خطة الانقلاب، وهذا ما لم ينكره السيسي نفسه. كما عملت الإدارة الأمريكية على الضغط على الإخوان وأنصارهم للقبول بسياسة الأمر الواقع وما بعد 30 من يونيو ودمجهم في الحياة السياسية بقدر ما تسمح رؤيتها للموقف، وهذا ما قوبل بالرفض من قبل أنصار الشرعية. حرصت الولايات المتحدة في تلك المرحلة على الظهور بالموقف المتوازن الذي يسعى إلى تحقيق الديمقراطية والاستقرار في مصر من خلال وقف بعض بنود المعونة الأمريكية والمساعدات العسكرية، وشاركها العسكر في مصر بتقمص دور عبد الناصر الذي يميل إلى المعسكر الروسي ويعادي الولايات المتحدة كي يكسب تعاطف بسطاء الشعب المصري، وهذا ما لم يدم طويلا، فبدأ الإفراج عن المساعدات العسكرية شيئا فشيء، وخرج وزير خارجية الانقلاب ليؤكد أن العلاقات المصرية الأمريكية علاقة زواج شرعية وليست علاقة ليلة واحدة، وتبعه السيسي ليؤكد على أهمية الدعم الأمريكي لمصر لمحاربة الإرهاب في سيناء وتحقيق الأمن لدول الجوار، وبالطبع في المقدمة إسرائيل، حتى لا تتحول سيناء إلى قاعدة للإرهاب تهدد جيرانها وتتحول مصر إلى منطقة غير مستقرة. لو مصر مش مستقرة يبقى المنطقة مش هتبقى مستقرة، وأفتكر إن ده مش لصالح الأمن والسلام في العالم كله. فاحنا محتاجين الدعم الأمريكي في مكافحة الإرهاب، محتاجين المعدات الأمريكية لاستخدامها في مكافحة الإرهاب مش بس في سيناء. ومن ناحية أخرى كانت العلاقات المصرية الأمريكية محل جدل كبير بين إدارة أوباما من جهة وبين الرأي العام والصحافة الأمريكية التي هاجمت مسرحية الانتخابات وفضحت كثيرا من ألاعيب الانقلاب العسكري. ورغم تنصيب السيسي على كرسي الرئاسة، يؤكد مراقبون أن الدفع بلاعب جديد من استثمارات الولايات المتحدة في الجيش المصري أمر مطروح بقوة لتهدئة الوضع الداخلي في مصر مع الإطاحة ببعض أعوانه، خاصة وأن السيسي لم يترك فصيلا سياسيا إلا وألقى به في غياهب السجون،
وفي المقابل يرى أبناء ثورة 25 من يناير أنه مهما بلغت قوة الدور الأمريكي في صنع السياسة المصرية فإنها لن تصمد أمام غضبة الشعب المصري. إذن فأي الإرادتين ستنتصر؟